سنة 1973 قام بعض اللصوص بالسطو على بنك في السويد، واحتجزوا 4 رهائن لمدة 6 أيام. الملفت إن لما الرهائن دول تم إفراج عنهم، لقوا إن الرهائن قاعدين بيدافعوا عن الأشخاص اللي حبسوهم، رغم إن ده تصرف مش طبيعي خالص. ومن ساعتها سموا ده ستوكهولم سيندروم. يعني إيه؟ يعني بعض الأشخاص لما بيتعرضوا إن هم بيعيشوا مع شخص مؤذي لفترة طويلة، أحيانا العقل علشان يرحمك من إن أنت تفضل تفكر في قد إيه الوضع اللي أنت فيه ده وضع مخيف أو غير عادل، أو قد إيه الشخص ده وحش، ده يخليك تتجاهل الحاجات السلبية اللي الشخص ده بيعملها. ومش بس كده، ممكن يلاقي لك جاستيفيكيشن هو ليه الشخص ده بيعمل كده، هو مش وحش قوي. ودي طبعا بنشوفها في العلاقات ازاي، بيشوفها في ان سيده عايشه مع شخص عصبي او بيضرب، ولما تيجي تتكلم معاها تلاقيها في الاول بتشتكي، بعد كده تبدا تبرره، بس هو برضه مضغوط. وبنلاقي نفس الموضوع ده بيحصل مع شخص بيتكلم عن مديره في الشغل، لان عقلك خلاص شايف ان انت مش هتعرف تخرج من المكان ده، فخلينا نعرف نأدبت على الوضع الجديد. لو حد بيسمع الفيديو ده وشايف ان هو بيمر بتجربه مع الوقت لقى نفسه بيدافع، او الاشخاص اللي حواليه لفتوا نظره ان هو مش طبيعي ان هو يبقى متقبل او بيدافع، انت ممكن تكون بتمر بالتجربه دي. وده معناه ان انت محتاج دعم نفسي، محتاج حد يبقى في ظهرك يساعدكم ازاي تخرجوا من الوضع اللي انتوا بقيتوا فيه، اللي هو من كتر ما انتوا تخيلتوه كسجن بداتوا ان انتوا تأدبتوا عليه، بداتوا تلاقوا جاستيفيكيشن او اعذار للشخص اللي متسبب في الوضع ده.